في ناس بتجيب لي حاجات بتبقى مثلا عندها من زمن ومركونه من زمن، بيجيبها لي انا بعيد تعديلها من اول وجديد. دي صينيه العشاء بتاع زمان صح كده ولا انا فاهم صح. غلط؟ تمام. دلوقتي انا هبدا معاك مرحله مرحله. الصينيه بتجي لي كده اهي زي ما انت شايف من حاجه اسمها الزنجغراف. بتتحفر الحفر ده بميه نار. يعني هي بتتحفر بالشكل ده؟ بالشكل ده بيبقى حفر بميه نار. نظام رسمه بتنزل عليها، رسمه تيجي تنزل عليها. هطلعك انا برضو فوق عند فيديو تشوف الكلام دوت بعينك. تمام. يعني انت هتورينا مرحله مرحله القصه دي ازاي؟ مرحله. صينيه ما شاء الله كبيره. دي الخامه بتاعتها بتبقى المونيوم. في منها نحاس. تمام. في منها حديد. حاليا دلوقتي الناس بيعملوا نحاس، بيعملوا حديد والمونيا عشان خاطر النحاس رفع. النحاس طبعا سعره اغلى. بس خلينا بقى ب 1000 جنيه. متفقين ان النحاس اغلى خامه وافخم. النحاس افخم واغلى، لكن العملي اكتر ايه؟ العملي اكتر ان في رسمه بتيجي بتاخد رسمه على الكمبيوتر على ورقه. وبتيجي بتلزق على دي. وبتحط دي في الشمس عشان الورقه تطبق عليها. تمام. بعد كده بتنزل فيها في ميه نار هزاز. بتفضل الصينيه تتهز شمال ويمين. ميه النار بتروح وتيجي على بتيجي على الرسم. على الرسم ده بقى بيتحفر جوه. حلو قوي. بعد كده بتروح لحاجه اسمها مرحله اليدوي. بيجيب الشغل ده، شايف كل ده؟ كل ده بقى يدوي اهو، غير اللي تحت ده. ما شاء الله. قصه الصنفره للصينيه تيجي بقى عندي عشان تتصنفر. عشان البرجل وهو بيرسم يدوي البرجل بتاعه بيعلم هنا. بص هنا هتلاقي في خطوط كده داير طويله بالبرجل بيبقى واخدها على البرجل. بتيجي بقى عندي انا بصنفرها وبلمعها وبغسلها ببنزين. تعالى دلوقتي اوريك مرحله. هنشوف مرحله. لسه دلوقتي بيعمل ايه؟ بياخد مرحله الصينيه من جوه. بيلمع ويصنفر الحته اللي جوه. ولسه طبعا التلميع والصنفره الاثنين مختلفين. ايوه طبعا. تمام. ولسه اللي هناك بيلمع الشفه وفي نفس الوقت بيعيد على التلميع بتاعه من جديد. ليه بيعيد على التلميع؟ عشان بيبقى فيه سواد من الجلاطه. شغلانه صعبه يعني الحاج عواد شويه بس. طبعا هو اقل حاجه لازم تجيب شويه بتاع كيلو لبن او 2 كيلو لبن. والله العظيم. والله عشان العقار اللي طالع الراجل اللي بيخش جوه صدره. هو دلوقتي كده بيدي الجماطه. ادي اهو. بص عايزين نركز على الجزء اللي هو بيعمله هيطلع ازاي. تمام. بص بتعمل زوم عليه. هو كده دلوقتي بياخد مرحله وبيقرص جامد عشان يبان النفخه بتاعت البرجل اللي انا وريتها لك بره. اللي في الصينيه. وعشان يجيب الغطس ده. عشان يجيب الدرجه دي. بعد كده بقى لسه صعب. بياخد الشفه من بره زي ما انت شايف كده اهو. بياخد الشفه من بره زي ما انت شايف وبيعيد عليها من اول وجديد. دلوقتي هي في الصينيه طلعت. بص ما شاء الله. دي بعد مرحله البنزين بقى. بعد مرحله التطويق. بعمل لها انا حاجه هنا زي المسح عشان امسح الجماطه اللي عليها كلها. دي اخر مرحله في الصينيه. دي اخر مرحله للصينيه. وبيحط كده كميه من البنزين. بيحط كميه من البنزين عليها عشان يطلع الجماطه اللي في البرز بتاع الحروف نفسها. حلو. بتاع النقش. في ناس ما تعرفش يعني ايه جماطه، اشرح لهم يعني ايه جماطه. الجماطه دي اللي بتساعد الخامه نفسها على التلميع. كده بيغسل مكان البنزين بالنشاره عشان يطلع الجماطه اللي طلعت مع البنزين تلزق في النشاره نفسها. حرفيا شغلانه صعبه جدا جدا جدا, جداً. ده جزء. دي حاجه بسيطه. بيجي لنا حاجات اكبر من كده. بيجي لنا ابريل. تتكلم بجد؟ والله بيجي لنا ابريل اكبر من كده.